السلام عليكم. إذا كنت من محبي المنتخب الجزائري فأدعوك للاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. يعاني المنتخب الجزائري مؤخرا دفاعيا وهجوميا، خاصة من ناحية الهجوم وتحديدا رأس الحربة، وهذا بعد تراجع مستوى سليماني وبنجاح. ليقوم لاعب جديد بلفت أنظار المدرب جمال بالماضي، وهو مهاجم اتحاد خنشلا بايزيد، والذي قدم مستوى أكثر من رائع في الجولات الأخيرة، خاصة في آخر مباراة، حيث أنه قاد فريقه للفوز على اتحاد شلف بهدفين دون رد سجلهما المهاجم بايزيد، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف منذ بداية الموسم. وجاء هذا التألق في وقت مهم للغاية، خاصة أن المنتخب الوطني المحلي سيخوض منافسة كأس إفريقيا، والتي ستقام في الجزائر. ومن المرتقب أن يكون بايزيد في القائمة الرسمية للمنتخب الوطني، التي سيعلن عنها الناخب الوطني للمنتخب المحلي مجيد بوغرة في الأيام القليلة القادمة. وستكون هذه البطولة فرصة بايزيد للتألق أكثر ولفت انتباه جمال بالماضي، وإذا نجح في ذلك سيتم استدعاؤه رسميا إلى قائمة المنتخب الوطني. في نهاية الفيديو شاركنا رأيك في التعليقات.